رمضان في مصر حاجة تانية، والسر في التفاصيل. مرحب مرحب يا هلال أهل. حبايبي الحلوين، كل سنة وانتم طيبين. خلاص بدأنا أول صلاة تراويح وبدأنا أول سحور. يا رب يجعل أيامكم كلها خير وبركة. حبيت أنزل لكم بقى فيديو الزينة كده، فيديو لوحده عشان تشوفوه كويس وتقولوا لي برضو رأيكم فيه. أول حاجة وأهم حاجة بعملها ركن الصلاة. اكتر حاجة بجد بحب اعملها جدا، لازم افضي ركن كده في الشقة يبقى ركن الصلاة. على فكرة مش بيكون عندي فيه ركن فاضي ولا حاجة، لا انا شلت السفرة من هنا وحطيتها كده في مكان تاني عشان افضي الركن دوت للصلاة. بجد بعشق المكان ده. وبحب كمان ان هو يبقى في ركن كده لوحده، بعيد بقى عن التلفزيون وعن المطبخ وعن كل الكلام ده، بحيث ان هو يبقى جو لوحده كده، الواحد روحانيات كده مع نفسه، يصلي يقرأ القرآن بتاعه في جو رمضاني كده، فرع نور وفي زينة حواليا، وكمان المخدات دي اللي هي بتاعت رمضان، وترابيزة كده صغننة عليها المصحف والسبحة، يعني جو رمضاني تحفة. يلا بقى نكمل باقي الشقة وشوفوا الزينة بتاعتي. دي اول حاجه كده، منظر الاوضه قبل ما اعمل فيها اي حاجه، بعد ما وضبتها ونضفتها كويس وكنستها ومسحتها ولمعت كل حاجه فيها، زي ما عملته معاكم الفيديو اللي فات وقلت لكم عايزين نستقبل كده رمضان واحنا بيتنا نضيف ونستقبله واحنا في احسن حال. انا كده كنت خلصت كل حاجه الحمد لله في الاوضه. كنت هبدا معاكم الزينه بقى. طبعا الزينه انا مش بشتري كل سنه زينه جديده، انا بس بكمل على الحاجات اللي عندي. طبعا بكون محافظة على الزينة اللي عندي، وكمان فروع النور وكل حاجة تبقى كويسة بكمل عليها. بس انتوا كمان اعملوا كده، لو في حد لسه معلقش زينة او معلقش كده حتى فرع نور في البيت يعمل كده، لان ده كمان يعني مش حاجة تافهة، دي حاجة سنة عن الرسول عليه الصلاة والسلام، ان هو كان بيفرح بقدوم رمضان. رمضان في مصر غير الدنيا، طعمه بطعم النيل. ده بقى شكل الأوضة كده بعد ما خلصتها وعلقت الزينة فيها. يا رب تعجبكم. أنا بصراحة بحب الجو ده قوي، بحب اللون اللي هو يبقى شكل الخيمة الرمضانية في الأوضة كده. علقنا الفانوس في النجفة كده، والفانوس لونه أحمر، فبنحط فيه لمبة من جوه فبيدي الإضاءة في الأوضة كده لون الخيمة الرمضانية جدا اللي بنشوفها بره. وحطيت كمان المفرش الرمضاني ده كده على الترابيزه، لان احنا زي ما قلت لكم بنقعد هنا اكتر حاجه، فبناكل كمان في الاوضه دي على الترابيزه دي. وعلقت زينه كده على الحيطه زي ما انتم شايفين، وزينه الناحيه التانية. حبيت كده انور لكم النور بحيث تشوفوا برده الزينه كويس. هنا كان الفرع دوت اللي فوق التلفزيون ده فرع لوحده، والتاني اللي جاي عليه ده كان من الناحيه التانية كده طول، فما حبيتش ان انا اقصه، قلت اكمله كده على التلفزيون مش هيحصل حاجه يعني. على فكره بعد كده رجعته تاني على الستاره، ما سبتوش كده يعني. المهم علقت كمان فرع نور زي ما انتم شايفين كده. طبعا هو مش باين قوي كده والنور منور، النجفه منوره، بس لما بطفي بقى الانوار بيبقى نور الفانوس باللمبه اللي جواه مع فرع النور ده، بيبقى الجو تحفه جدا. انا بحب الجو ده قوي بصراحه. خلصت الاوضه وطلعت على الطرقه، قلت طبعا مش هينفع اسيب الطرقه كده، لازم الطرقه عشان في نص الشقه بحس ان هي مهمه بصراحه تتزين. ما حبيتش اعلق فيها زينه خالص، حبيت بس ان انا اعلق فيها فرع النور الطويل دوت اللي هو ساده خالص، ما فيهوش اي مثلا فوانيس او حاجات زي كده، لا هو فرع بس نور كده. وكمان اللمبه اللي هي بتلف وبتعمل نور كده في كل الجوانب اللي انتوا شايفينها دي بتتعلق عادي، اسمها لمبة ديسكو. وبتعمل كده انوار كتيرة بصراحة، بتخلي الجو تحفة كده وجو رمضاني جميل قوي. بس كده ده اللي انا عملته في الشقة، ما حبيتش اعمل حاجات كتير، هي بس الأوضة اللي بنقعد فيها اكتر حاجة، والطرقة وكمان ركن الصلاة، مش اكتر من كده. بس حسيت بجو رمضان جدا في البيت. يا رب يكون الفيديو عجبكم واتبسطتوا معايا النهاردة. ما تنسوش اللايك واشتراك في القناة، تعالي حلو زيكم. مع الف سلامة حبايب قلبي، في حفظ الله، كل سنة وانتم طيبين.